هاي أصدقائي مكان ثاني بفورت وورث همينه يبيعون من هاي الشغلات، ففتح لي الباب. هاي أول مرة أجي هنا، يعني بصعوبة قدرت أعرف المكان، فلازم أروح على الباب رقم 38 حتى أجيب السوالف هاي مال المي اللي حكيت لكم عليها، وإن شاء الله توسع بالسيارة لأن هم 4 وياهم كولر وحياة تجارب. المرة الغراض من فورت وورث طبعا. أوكي هسه 38 هذا 38 اس. هذا المكان طبعا كلش مرتب وبحمام اكثر من هذيك الاماكن اللي يعني مثل الفوضى وتعبانه والى اخره. فان شاء الله سيارتي راح توسع هاي الغراض اللي راح ارويكم اياها هسه. وطلعت استعجلت من بيت اهلي، ما شفت انه اكو هنا عربات مال سامسونج لما يكبر. اوه ماي جاد هسه شلون راح توسع الغراض؟ ما استغفر الله. فيا رب انه يوسعون هنا. طبعا هاي الشركه كلش بروفيشنال بالكتابه بكل شيء، بالتوقيت بكل شيء. فاكو كلش هوايه شركات ممكن تشتري من عندها، اكو من عده ولايات تقدر تشتري بس لازم تدفع شيبينج. فاني دا اشتري عاده من الشركات او الاشياء اللي موجوده هنا بتكساس. وانترسنا برادات مي، حبيت اصور لكم جوا شلون المكان رهيب ومليان اشياء كلها مبيوعه بربع السعر. قلت لهم هاي اول مره وسالتهم اذا اقدر اصور الى اخره، وهسه طالع راجع البيت ارجعها البيت. لازم اروح هسه احطها بالجراج مال اهلي، بس حلوين ما شاء الله. هذول اللي قطتهم بخوش سعر كلش. فد شوي راح اقول لكم بيش اشتريتهم كل هذول. صرنا نشتغل كله ويا اهل التركات بس بانفينيتايه. فهاي اصدقائي مناطق مفتوحه بعيده عن الداون تاون، هيك صايره مثل المزارع او مهجوره تمام. هنا يفتحون مصانع، يفتحون اماكن كبيره يحطون بها اغراض ويبيع كل شيء تقدر تسوي بها. فبهيك اماكن الايجارات رخيصه ولذلك المصانع تكون اكثر شيء. يعني شوف هذا المصنع العملاق هذا كله انت تقدر تاجره بسعر رمزي تمام، وتطلع منه ملايين الدولارات وتشغل عندك آلاف الاشخاص. هذا مصنع مال هوم جودز، يعني هنا يجوز يركبون الاثاث او هيك سوالف، عرفتوا؟ وهذول كلهم يشتغلون عند هذا ابو المصنع، ونفس الوقت اكو تركات واكو بيوت هنا وكل هاي السوالف. كالعاده طبعا هاي اول مره اجيب هاي المناطق التعبانه جدا. انا ما احب فورت وورث عامه، احب دلوصه. المناطق هاي البلينو وايلي ميرفي ماكيني رهيبه. هاي شوفوا لي سيارات امازون الجديده مال التوصيل، نايس حلوه. هاي يمكن كهربائيه. وهاي كل كم يوم نسوق بشوارع اول مره اسوق بيها تمام، ومثل ما انتم شايفين اعمار كلها تكسوسه وين ما تروح. فهاي اصدقائي 5 برادات مي، وهذا شكله شيء مرتب طبعا. المهم هذا الواحد اصدقائي اذا تشتروه اونلاين يعني 240 250 فوق ال 200 دولار، واذا على الفيسبوك فالناس يعرضوه الواحد ب 100 120 80 اقل شيء مثل اللي انا جبته لاهلي. ف5 من هذا. وهنا عندكم هاي الثلاجه وياها الرسيت، حتى مشتريها من سامسونج الرسيت. الثلاجه بوحدها سعرها 140 دولار، مثلا نبيعها ب 50 30 اي شيء مو مهم. ولكن هذول مو براند نيو، هذول مستعملين، بحيث اكو واحد من عندهم كان دا يذب مي، فهذول مستخدمين وبعدين رجعوهم تمام. كليتهم اشتريتهم ب 155 دولار فقط لا غير، وانا راح جبتهم بنفسي حتى ما ادفع شيبينج. وما اعرف ليش هذا الموقع كان ما عليه تاكس وما عليه بريميوم، لان الموقع الثاني اللي اشتريت كل هاي الحبشكلات من عنده يمكن بالألف دولار، يعني من آلاف الدولارات اللي انا دفعتها هي على التاكس وعلى البريميوم 11%. كل شيء انا اشتريه 11% ياخذون لهم هم الموقع، وايضا التاكس يمكن 8%، عرفتوا؟ اما هذا الموقع 155 دولار، هاي ما دفعت غير 155 دولار فقط يوزد. فيا للأسف مستعملين، فلازم نعرضهم بفلس ونص. ولكن الله يعيني ويعين أهلي على هذه الغراض كلها والفوضى، والله يعين. بس هاي هنا أكو مثل البوري مكسور تمام، فأبويا اتصل على السيتي وهنا سووا مثل التخطيطات وراح يصلحون إن شاء الله. أما لو إحنا مكسور عندنا مثلا يعني هاي بالآلاف الدولارات، فالحمد لله إحنا ما لنا علاقة. وقطع لف جوا هذا فهنا يسموه الكترونيك. اي فتشي. قبل فتره اجى واحد ركب هذا الجيج اللي يحسب المي وهاي السوالف انه اوتوماتيكيا وهيك، فاحتمال هو هذا اللي سبب المشكله، عرفتوا؟ فالمعلومات او القراءات اللي يحتاجوها مال مصاريفنا او وات ايفر هي توصل لهم من هنا، عرفتوا؟ اوكي هذا هو القفل، شوفوا حلو مثل البايسيكل. وبعدين هنا حلو هذا هو، هذا بعد ما يفتح خلاص بيرفكت. يعني في حال اجى الحرامي ممكن تاخر، عرفتوا؟ خاصه اذا ما عنده همين فتشي قصبي هاي، فيكون بيرفكتون كمشه. يا ما يقدر يداور اكثر من هيك، ما يقدر يسوق. تريد ترجع الكرسي بعد؟ صح. اصورك؟ تريد تسوي فلوجات؟ لا فلوجات؟ انت اذا يعجبك اصورك. هو اكثر اليوتيوبرز اكو ناس يصورهم اصلا للعلم، مو هم يصورون روحهم، يعني اكو شخص دائما هو يصورهم، بس انا ما اهتم. اذا تريد ادفع لك $100 بالساعه. شنو صبعك هذا؟
$100 بالساعه وتصير انت المصور مالتي مال الفلوجات. شنو رايك حتى تصير الفلوجات بروفيشنال وبرفكت؟ لا في صبعك حتى لا تمصمص صبعك بالليل. اي بعدك تمص صبعك. طيت لزقه ثانيه شريتها هذيك. شوفوا لي ما شاء الله الاجواء ومنظر الاوراق، والسيد مزموزه طلعناها حتى تاكل اوراق الشجر وتطلع صوتها المزعج حتى انه تفرغ طاقتها هنا بالحديقه كالعاده. وشوفوا لي المنظر من هنا همين ايش قد جميل. هاي هسه لازم نجمعهم ونحطهم بالكيس، مع انه كلش حلوين هيك الالوان مالتهم. هاي السبحه مال سيده مزموزه، هاك استغلي وقتك، سبح واستغفري ربك. يلا يلا هاي، لا مو تجيني وياي اخذي على عياط استغفر ربك، هذا اللي تعيطيه كل يوم. هذه الحياه اخوان عمر زكي راح تخلص، ولذلك جرب بيها، استمتع، غامر، سافر، لا تبقي شيء بنفسك، ادخل بكل تفاصيل الحياه، سوي الشيء اللي يعجبك، اسعى وراء سعادتك، الشيء اللي انت تريده. الحكي كلش هوايه، والحياه دائما سبحان الله مكتوب علينا بها الضيم والقهر، وبنفس الوقت اكو السعاده والفرح. ويوما ما وفد يوم احنا ما حاسبين له حساب راح يجينا فجاه، راح نروح للدار الآخرة اللي هي أحلى بمليون ألف مرة من هذه الدنيا اللي هي حلم. اللي هو للعلم لمعلوماتكم فقط، انه لو انتم تعرفون او مجربين الموت، لو اكو احد حاكي لكم ورا الموت بس ماكو هيك شيء. ولذلك هو الناس يخافون من الشيء اللي ما مجربيه، يخافون من البزنس والمشاريع لان ما مجربيها. الشرح كلش طويل، فالشيء اللي ما مجربيه احنا نخاف من عنده. فمجددا الشرح كلش طويل، ولكن اني كنت لما صغير كنت اخاف من الموت، ويعني ما اريد اموت، ما اريد اخسر هاي الحياه، ما اعرف. ولكن الحقيقه لا يعلمها الا الله، هذا الشيء اكيد. وبنفس الوقت اكثر الشغلات اللي احنا نجهلها ونخاف من عندها هي كلش حلوة، هي كلش زينة إلنا. فدائما أذكركم بهذا الشيء، كونوا بهاي الحياة كعابري سبيل. دائما بالفلوجات أحكي لكم عن تفاهة هذه الحياة، وإنه قصيرة، وإنه اعملوا العمل الصالح اللي راح يفيدكم يوم القيامة. كان أكو فكرة ببالي دارد أوصلكم إياها نسيتها. شكلي نعست أنا اليوم، خلص طفيت. تجارب وذكريات. هي باختصار شديد، حاول قد ما تقدر انه تنجح بالدنيا وتقهر كل اعدائك وحاسديك، تمام، وانه تنجح بنفس الوقت بالاخره، اللي هو ما حد راح يشوف هذا الشيء الا يوم القيامه، راح يتفاجئون، تمام. فحاول تفاجئ الناس. يقول لك لا تركز على الشهره بالدنيا، ركز على الشهره يوم القيامه، الشهره بالسماء، هذه هي اعظم شهره. فكل هذا دا اسويه، وكله دا احكي الكاميرا، ونسعى من اجل الفلوس ونعشق الفلوس، وكل هذه الامور هي حلم، هي مجرد ايام راح تمشي، كل هذا راح هيك ما ادري. سبحان الله، حياه غريبه وعجيبه. فحاولوا قد ما تقدرون تنجحون بالحياه الدنيا، لكن ضمن الخط المستقيم، وديروا بالكم على نفسكم حتى ان شاء الله تنجحون يوم القيامه، اللي هو اعظم واهم نجاح. واللي هو انا بالنسبه لي انه مجرد تكون انسان محترم وخلوق ولا تاذي احد، وخليك على نيتك، وهذا اهم شيء. قد ما تقدر انشر الخير كذلك. وهي كانت خطبه الجمعه، مثل كل فلوج لازم اعطيكم خطب جمعه. ما شاء الله، تقولون عبالك فيلم، والله استمتع بالفيديو او الكواليتي مال الفيديو. تقولون عبالك ماخذ صور بس هي فيديو، ما اعرف شلون اشرح لكم. الكواليتي، الفوكس رهيب، ومن عده كاميرات. واتمنى دائما اقدر اصور لكم كل التفاصيل وكل الاعراس. بس صحيح انا نسيت اقدر ارويكم الكواليتي من بدايه العرس، اللي هو تصوير القاعه. شوفوا، وللعلم هاي اني دا اصور من شاشه ودا اصور البرنامج، يعني هاي الكواليتي دا تشوفوها تعتبر جدا سيئه مقارنه باللي اني دا اشوفها او باللي راح يطلع بالنهايه. هذا هيك شيء بسيط جدا. فالحمد لله وصلنا مرحله رهيبه. هاي بدايه العرس تعتبر. اتمنى اقدر ارويكم الكواليتي. شوفوا التفاصيل، الدقه. شوفوا الحمد لله اني دائما هيك بحياتي طلبت اطيب برجر بامريكا. المفروض الحساب يطلع يمكن $60، انا دفعت فقط $25 ويوصل لي للبيت واطيب برجر بامريكا. فامريكا مليانه فيكات، مثلا تدز دعوه صديقك تحصل $15، هو يحصل يمكن $25. واكثر البرامج هيك بيها فيك فيكات. شوفوا هذا الشاب الصغير بالعمر موصل 3655 طلب، ويقول لك ليش اني اوصل اكل؟ لان اريد اشوف بعد من العالم، يعني قصده يريد يسافر هذه الدول. خطيه راح يسوق تقريبا 15 دقيقه من ساوث ليك. بالنسبه للبرامج مال التلفزيون اخوان عمر زكي، فاحنا تقريبا بطلنا نستخدم نتفليكس، كنا نستخدمه مثل العائلات، كلنا انه نتشارك
نفس الاكونت فصاروا يتشرجون وهيك، فصرنا بالفتره الاخيره نستخدم هذا البرنامج المجاني. واكيد اكو كلش هواي برامج تقدرون تنزلوها من الاب ستور للتلفزيون، فهذا هو البرنامج، ولكن مقابل تطلع لك اعلانات. وللامانه الافلام اللي عليه كلها رهيبه، بس شويه بلس 18 او يعني الكبار اكثرها، عرفتوا؟ ولكن اكو قسم للكيدز او للاطفال، حتى مع الاطفال ترى كلش حلوين. فاحس اكثر الافلام هم مختاريها بنفسهم. هذا من اكثر الافلام اللي ضحكتني بحياتي، هو عده اجزاء. فهذا يا اصدقائي هو عندي اطيب برجر بامريكا. 1 2 3 4 5 6. والفرايز هنا حاليا بدها تتجهز. عندنا كل اشكال المشاريب الصحيه والغير صحيه موجوده بالبيت، فنطلب بس البرجر عاده. حطينا هواي كاتشب. فهاي يا اصدقائي يعني الا تذوقوها، موجوده بدول الخليج ترى. هذا يعني انا اسوي لهم اعلان مجاني، بس هذا فتشي حتى بتركيا بكل مكان. هذا رهيب طعم الشوي وجوسي كلش، مو مثل ان اوت. بس ان اوت هم كلش طيب. عندي ثاني واحد بس هذا نمبر 1 عندي انا دائما، هذا نمبر 1. ولكن مشكلته انه غالي، يعني ضعف سعر الان. 6.5 دولار هاي اذا تشتروها من المحل. من الاوبر اشتريت الوحده يمكن ب8.5 دولار، ولكن طبعا انا ما اشتري الا لما يكون عندي تخفيضات قويه. صارت جاهزه فريش. ورا ما راح ناكل البرجر وننتخم هيك راح يصير بينا. اسيمه انت شنو من هسه شكلك ماكله على الاخير. وعلى طاري الفرص بامريكا، شوفوا هنا هسه انا دا اقلب كل هذه الشغلات اللي قدامكم مجانا. انت بس روح واخذها، وهاي تقدر تبيعها قبل بكم 100 دولار. هذا همينه نفس الشيء طبعا. هذا راسلته لان انا عجبني. هذا تروح تاخذ السوق 20 دقيقه، وراها تبيعها اقل شيء مثلا 150 200 دولار. هاي هيك لا شيء من الفرص اللي موجوده هنا بامريكا اللي تقدر تسويها، اللي تقدر تطلع منها آلاف الدولارات. بس يحتاج شويه تتحرك، فما بالك اذا انت مو بس تتحرك انما تتحرك كلش هوايه، فراح تحصل آلاف الدولارات وراح تحصل فرص وراح تحصل وتحصل. شوفوا واحدة من الشغلات اللي طلعت لي من المرجوعات مال أمازون هو هذا الجريل، اسمه أمازون بيسكس. الحمد لله إنه براند نيو ما بي ولا شيء، وهذا هو إنه هدية البيت مرت عمي أو العمي لأن ساعدني كلش هواية. الحمد لله براند نيو إنه ما طلع بي أي نقص، ويا حتى غلاف مالته خاص مالته. هذا حتى يحميه لما تحطه بالحديقة ما يزنجر تغلفه لما تمطر الدنيا وهيك. هذا المانيوال مالته همينه. صراحة يعني غريب انه امازون حتى جريلات عندهم، وللي يحب يشتري مثلها هاي هياتها. هذه هي، وهذه الصور مالتها بها هواي تفاصيل، شيء مرتب ما شاء الله. وكم من عندها اصغر ارخص. ويلا يابا نسوي القهوه الزينه من جهاز النينجا. 100 دولار هذا سعره تقريبا. خوش جهاز اللي يحب يشتري من عنده. هاي تختارون الكميه منه. انا راح اختار 6 حتى تكون القهوه قويه. اوكي مثل ما شفتوا غبر لي الهاي، واكو بيه هواي سوالف تختار. اخوان عمر زكي هاي حتى تستفادون، حتى اذا رحتوا فد يوم الفد مكتبه تعرفون شنو الكتب الحلوه اللي ممكن تشتروها. هذا انصحكم به بقوه. هذا نمبر 1 عندي. هذا اني قريته مو كلش حبيته، بس ممكن انت تحبه حسب شخصيتك. انا ما احب الكذابين او المتملقين. اكبر كلاوتشي هذا صاحب الكتاب كلش يعرف يلغي ويعلمك شلون تكذب على العالم او لسانك يكون حلو. انا ما احب هيك عالم، ولا احب اصير هيك للاسف. احب اكون على طبيعتي وصريح كلش، واغلط ويا العالم واحكي اشياء غلط واخسر عالم بسبب لساني. المهم فهذا كلش قوي. هذا من اقوى كتب العالم بالنسبه إلي. دائما لما تسافرون دول عربيه اشتروا هيك كتب مثل هاي الكتب اللي رويتكم اياها. السيد مهند اشتراها، واللي هو احنا نتشارك هاي الكتب بالمناسبه، فتعلموا ايضا المشاركه. فهاي نصيحه لكم. ويا اخوان عمر زكي لا تنسون تسوون سبسكرايب، لايك، كومنت، مفضله، وتتابعون اخر الفيديوهات. الى اللقاء.